في ناس بيقولوا ان القبر مجرد اسطوره، وفي ناس تانية شافوا بعينيهم حاجات محدش قدر يفسرها. الشرطه قفلت المكان بالشمع الاحمر، بس السؤال هنا لو القبر مقفول مين اللي لسه بيكتب اسماء ضحايا جديده في الدفتر اللي موجود؟ في ناس بيقولوا ان القبر مجرد اسطوره، وفي ناس تانية شافوا بعينيهم حاجات محدش قدر يفسرها. الشرطه قفلت المكان بالشمع الاحمر، بس لو انت من الناس اللي قلبها جامد ومستعد تسمع حكايه هتخليك تتلفت حواليك 100 مره، يبقى ركز معايا. القصه دي مش خيال، دي واقع حصلت بجد، جريمه غامضه محدش قدر يفهم لغزها لحد النهارده. بطلتنا اسمها ريم، بنت من اسره بسيطه جدا، لكن حياتها كلها اتقلبت في يوم واحد لما لقيت نفسها في مواجهه اكبر كابوس ممكن تتخيله. ريم كانت شغاله في مكتبه صغيره في وسط البلد، بنت هاديه ملهاش في المشاكل، بس في يوم وهي راجعه من الشغل لقيت ورقه صغيره مرميه قدام باب بيتها. الورقه مكتوب فيها بخط مهزوز: لو عايزه تعرفي الحقيقه تعالي شارع النصر الساعه 12 بالليل وما تجيش لوحدك. ريم طبعا اتصدمت، مين بعت الورقه دي وليه بعتها؟ فضلت طول الليل مش عارفه تنام لحد ما في الاخر فضولها غلبها وقررت فعلا ان هي تروح. الساعه كانت 12 الا ربع، ريم لبست الجاكيت بتاعها ونزلت، والشارع كان فاضي تماما، الضلمه ماليه المكان، حتى صوت الكلام مش مسموع. وصلت لشارع النصر، وهناك لقيت راجل غريب واقف تحت عمود نور، وقال لها بصوت واطي: انت ريم؟ فردت عليه بتوتر وقالت له: اه، مين حضرتك؟ قال لها: الحقيقه مش هنا، الحقيقه تحت، وشاور لها على باب قبو حديدي قديم شويه. ريم في البدايه اترددت، لكن الراجل اختفى فجاه، والباب بقى مفتوح وسلالم بتودي المكان تحت الارض، وريحه رطوبه قويه وهدوء مرعب. نزلت، وكل خطوه كانت بتحس انها داخله لعالم تاني. ريم بقى وصلت لتحت ولقت القبو مليان صور قديمه وصور لناس مقتوله، وكل صوره عليها تاريخ ووقت الوفاه. لكن الصدمه الكبيره لما لقيت صورتها هي نفسها معلقه على الحيطه، والاغرب من كده ان التاريخ اللي مكتوب تحت صورتها هو اليوم نفسه. ريم اتجمدت في مكانها وقلبها بقى بيدق بسرعه، وفجاه سمعت صوت خطوات جايه من بعيد. طلعت تجري ناحيه السلالم، بس لقيت الباب اتقفل من فوق. فضلت تخبط وتصرخ وبقت تقول: حد يلحقني، لكن مفيش اي صوت غير صوت سحب شديده كانه في حد بيتنفس معاها في نفس المكان. المهم بعد كده ان ريم بدات تدور جوه القبو لعلها تلاقي اي مخرج، ولقيت دفتر قديم متغطي بالتراب. المهم بعد كده ان هي فتحته ولقيت مكتوب فيه اسماء 12 شخص كلهم مقتولين بنفس الطريقه، لكن اسم ريم كان رقم 13. وهنا بقى فهمت ان في قاتل متسلسل بيراقبها من فتره، بس مين هو وليه هي بالذات؟ وهي بتقلب في الدفتر لقيت صوره قديمه جدا، الصوره لواحد غريب واقف ورا نفس القبو ده، والمفاجاه ان نفس الراجل ده شافته وهي داخله الشارع اول مره. ريم سمعت صوت ضحكه خافته جايه من وراها، ولما اتلفتت شافت نفس الراجل قال لها بابتسامه مرعبه: كنت فاكره انك هتهربي؟ ريم حاولت تجري منه لكنه مسكها، وهنا في اللحظه دي سمعوا صوت صفارات الشرطه من فوق، والشرطه اقتحمت المكان بعد ما جيرانها بلغوا عن غيابها. لكن لما نزلوا القبو ما لقوش حد، لا ريم ولا حتى القاتل، والمكان كله فاضي كانه مهجور من سنين. وعايز اقول لك يا صديقي لحد النهارده القبو ده مقفول بالشمع الاحمر، وكل الناس بتقول ان روح القاتل لسه عايشه جوه، وان اي حد بيحاول يقرب من المكان ده بيختفي في وقتها. بعد يومين من اختفاء ريم الشرطه رجعت تفتش القبو من تاني، لكن المره دي لقوا حاجه غريبه جدا على الحيطان، كان مكتوبه بالدم: ريم مش هنا، ريم بقت معايا. الكتابه جديده ولسه طريه، يعني في حد موجود تحت الارض. بعد الشرطه ما خرجت المحقق المسؤول عن القضيه العقيد سامح امر ان هم يقفلوا القبو تماما، بس في نفس الليله العقيد سامح اختفى، والمفاجاه ان اسمه ظهر في نفس الدفتر اللي لقيته ريم قبل كده تحت اسم الضحيه رقم 14. ناس المنطقه بدات تحكي عن القبو، في شائعات كتير جدا طلعت، وفي ناس قالت ان القبو ده كان مقر طائفه سريه من السبعينات كانوا بيقدموا قرابين بشريه علشان الخلود، وفي شهود عيان قالوا انهم شافوا الراجل الغامض ده من 30 سنه بنفس الشكل، عمره ما كبر يوم. وفي واحده عجوزه ساكنه في نفس الشارع ده حكت ان ابو ريم مات جوه القبو ده مش بسكته قلبيه زي ما العيله فاكره، ده كمان اتقتل. ريم لو كانت عايشه في اللحظه دي يبقى ابوها ضحيه من الضحايا، والراجل الغريب ده هو مفتاح كل حاجه. المهم بعدها ان الشرطه قررت ترجع تشوف كاميرات المراقبه القريبه من شارع النصر، وهنا بقى حصلت المفاجاه. الساعه 12 و47 دقيقه بالليل الكاميرا رصدت ريم وهي داخله القبو، لكن مفيش اي حد خرج من القبو بعدها. الشرطه حبت تتاكد اكتر وراجع الكاميرات من يوم اختفائها، لكن اللي شافوه كان مرعب اكتر من الخيال. في الفيديو ريم ماشيه لوحدها، لكن فجاه ظهر وراها ظل اسود طويل بيطير كانه دخان، والاغرب ان ريم وهي ماشيه ما كانش ليها ظل اصلا. المحققين رجعوا يفتحوا الدفتر اللي لقيته ريم قبل اختفائها، لكن لقوا حاجه مرعبه اكتر، وكل ما يقلبوا صفحتين لقوا صفحه جديده مكتوبه بخط مختلف، والخطوط كانت بتكتب اسماء
قناة جديدة بعد اختفاء أصحابها بدقايق قليلة، يعني الدفتر كأنه بيسجل الضحية تلقائي من غير ما حد يكتب فيه. آخر صفحة كان مكتوب فيها ريم الضحية رقم 13 وسامح الضحية رقم 14 وانت الضحية رقم 15. الكلمة الأخيرة مكتوبة كأنها موجهة لأي حد بيقرأ الدفتر. في واحدة بقى من المحققين دكتورة نفسية اسمها منى حاولت تفهم سر القبو، فعملت جلسة تنويم مغناطيسي لواحدة من سكان الشارع، العجوزة اللي حكت عن مقتل أبو ريم. أول ما دخلت في حالة التنويم بدأت تتكلم بصوت راجل مش بصوتها، وقالت كده اللي بيدخل القبو ده عمره ما بيرجع، القبو مش مكان، القبو باب. الدكتورة سألتها باب لإيه، والست ردت بصوت مرعب جدا وقالت لها باب لعالمهم، عالم الضحية رقم 0. ومجرد ما قالت الكلمة دي الست ماتت بنزيف مفاجئ في المخ. بعد وفاة العجوز الشرطة قررت ان هي تهد القبو بالكامل، ولكن في يوم الهدم حصلت كارثة حرفيا. اول ما الجرافة بدأت تكسر الحيطان الارض نفسها اتفتحت وابتلعت نص العمال، والمكان بقى حفرة سودة عميقة كأنها بلا قاع، ومن تحت الحفرة طلع صوت صراخ عالي جدا. رجال الشرطة سابوا كل حاجة وجريوا على طول. المكان اتقفل بالشمع الاحمر من جديد واتحط عليه حراسة مشددة. بس المفاجأة الحقيقية جت بعد شهر واحد من سكان الشارع صور فيديو لايف على فيسبوك الساعة 1 بعد نص الليل. الفيديو مدته دقيقتين وفيه ريم واقفة تحت عمود النور لابسة نفس الجاكيت وبتضحك ضحكة هستيرية، ولما قربوا يشوفوها اختفت على طول كأنها ما كانتش موجودة. ولحد النهاردة القبو الملعون ده سر محدش قادر يفهمه، والدفتر كمان اختفى من أدلة الشرطة، ولسه لحد دلوقتي الراجل الغامض بيتشاف في شارع النصر لحد دلوقتي. والناس هناك بتقول ان بعد نص الليل في صوت حد بينادي اسمك لو عديت من جنب القبو، ولو فكرت انك ترد يبقى مش هتشوف الشمس تاني. فعايزك يا صديقي تفكر قبل ما تعدي من شارع النصر ده، لان من الاخر ممكن تكون انت الضحية رقم 15، او يمكن تكون بداية قصة جديدة. بعد كل اللي سمعته القبو لسه موجود، الدفتر لسه مفقود، وريم لسه مختفية. في ناس بيقولوا ان القبر مجرد اسطورة، وفي ناس تانية شافوا بعينيهم حاجات محدش قدر يفسرها. الشرطة قفلت المكان بالشمع الاحمر، بس السؤال هنا لو القبو مقفول مين اللي لسه بيكتب اسماء ضحايا جديدة في الدفتر اللي موجود؟ في ناس بيقولوا ان القبر مجرد اسطورة، وفي ناس تانية شافوا بعينيهم حاجات محدش قدر يفسرها. الشرطة قفلت المكان بالشمع الاحمر، بس السؤال هنا لو القبو مقفول مين اللي لسه بيكتب اسماء ضحايا جديدة في الدفتر اللي موجود؟ في شهود قالوا انهم شافوا ظل اسود طويل واقف تحت عمود النور الساعة 1 بالليل، ولما حاولوا يقربوا الظل ده اختفى. ولكن المرة دي سمعوا صوت ريم بتضحك ضحكة هستيرية، وكأنها مش ريم خالص، كأنها حاجة تانية. القبو مش مكان، القبو باب، والباب لسه مفتوح. هل تفتكر انت هتكون الضحية رقم 15 ولا القصة لسه في بدايتها؟ اكتبوا لنا في التعليقات لو لقيتوا الشجاعة الكافية هل ممكن تروحوا شارع النصر ده بعد نص الليل. وما تنساش لو شفت حد بينادي اسمك من جوه القبو اوعى ترد عليه. واشوفكم على خير في فيديو جديد وقصة جديدة. سلام.